لا على فكرة أنا مش هسأل عليك تاني، وكده كده أنا عملت اللي عليا وزيادة، ومراضي ضميري ومراضي ربنا. سألنا كتير وإيه الفايدة؟ وكان الرد زي الحد، وكان الرد حيطة وسد، وكان الرد بيقول لك يا ريت تبعد، يا ريت اللي ما بينا يغور، يا ريت الحيط كمان يتهد. بسببك قاعد في قلب النار، بفكر اللي قلته هزار. راجع لي ليه؟ راجع لي ليه بندم جواك وحاسس بالأسف ليا؟ وكنت بقول ده روحي فداك وقلبي وعمري وعينيا. نسيت كل اللي اتعمل مني وضيعت السنين مني. صبرت وكنت مستني عشان أفهم وتاخد عذر من قلبي وتبقى يا واد كده معذور. بقيت بحلف لا يمكن يبقى خني في يوم، أكيد مظلوم. ده عمره في يوم ما كان بيلف ولا بيدور، ده عمره في يوم ما كان بيلف ولا بيدور. بدور ليك على حجة أصبر قلبنا بيها وبرأ ذمتي منها وحلف كل أراضيها، وأقول ده عمره في يوم ما كان بيلف ولا بيدور. وأكدب كل خلق الله وأشوف لك لو بصيص من نور يريح قلبي من المعاناة ومن صراعات في بالي طابور. مفيش أعذار خلاص تاني، نصيحة بجد إنساني. مفيش آسف، مفيش تفتيش في ماضي ليك ولا ذكرى. وعلى فكرة يا ريت ما أشوفكش أبدا يوم ولو صدفة في طريق تاني. في البداية أنا لما جيت لك، لما قربت وحكيت لك بعد غلطة 2 3، لما يومها سمحت عادي، لما كنت ساعتها راضي. اوعى لحظة في يوم تفكر إني مرة في يوم نسيت لك أي ذكرى في جرح ماضي. مش بدوس واجرح كرامتي، ولا لما سكت ضعف عشان شايفني كمان في صمتي. طول حياتي اللين في طبعي حتى لو كنت في خصامتي، بس ده كان شيء تعبني عشان أصيل. واما كنت في يوم بميل كنت باقي على عيش وملح وذكريات، كنت بنسب اي فضل نجاحي ليك، كنت دايما مشتريك، كنت باجي كتير عليا، كنت عاوزك بس ترضى ايه يرضيك. للأسف دي كانت آخر رسالة بقولها ليك، دي كانت آخر رسالة. الرجوع ليك استحالة. ذكرياتنا اللي فضلت كتير حافظها جوه قلبي وكنت صنع عشان عيونك رميتها في الزبالة. اسمع